خوتي السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. معكم زافي ماروك 24. جبنا لكم واحد التعليق ديال سعيد الصدوق، قيدوم ديال الاعلاميين الرياضيين المغاربه والتشكيله الوطنيه والوالد الكراكي واللاعبين الجدد اللي دخلوا المنتخب المغربي. فرجه ممتعه، تبارك الله عليكم. طيب الا بغينا ندير واحد القراءه في التشكيله ديال الفريق الوطني، طبعا كل واحد عنده القراءه ديالو، كيشوف اللعابه، كاين اللي تيشوف يعني واش كاين شي تغيير، واش كاين شي جديد. القراءه اللي عندي انا اللائحه انه تبين لك واحد الفلسفه ديال المدرب عندما يقتنع بلاعب، وهذه هي اللي تندق عليها دائما، بانه عندما تقتنع بواحد اللاعب قادر يحمل الفريق الوطني تتامن به الى ابعد الحدود. ما فيها شيء واحد اللاعب غادي نجيبو ونشوفو واش يصلح للفريق الوطني، حيث هذه القاعده ديال اللاعب نجيبو واش يصلح للفريق الوطني. يمكن اللاعب يفشل، ولكن انت خص تكون عندك قناعه على انه ممكن يكون صالح للفريق الوطني، مع دليل اللي تثبت العكس. اللي صعيب هو انه انت تستدعي واحد اللاعب وفي الاخر ما تقتنعش به. الخطا ديالك، حيث كاين فرق ما بين انا ما اقتنعتش به هو ما قدرش يفرض راسو. كاين لعابه اللي مزيانين وتيجيو للفريق الوطني وما تيقدرش يتاقلم، تيجي داك الرهبه، الخوف. الفريق الوطني الفريق ديالو مزيان، ولكن عنده المؤهلات باش يكون في الفريق الوطني، ولكن ما تينجحش. اللي صعيب هو انك تجيب واحد اللاعب ويجي ويلعب بنفس الطريقه باش كان تيلعب، تقول في واحد الوقت تقول لا هذا ما صالحش. هذا هو الاشكال. اذا شيبان لما نقراو التشكيله تقريبا، التشكيله كل شيء عارفه، يعني القراءه غير باب اعادات، ولكن تنذكر بصفه عامه تبين لك الفلسفه ديال المدرب انه مقتنع باللاعبين اللي كان اللي سبق له اعتمد عليهم. وتيبين ايضا انه المدرب تيقول دينا ماشي، وتيبين ايضا انه المدرب تيقول دينا ماشي في الوقت اللي غادي نقدر نجيب شي لاعبين عاوتاني ونغير ونصيفط. راه كاس افريقيا قربت، بقى فيها والو صافي. يعني المراحل النهائيه هي هذه، يعني 24 ما بقاتش بعيده، 24 قربت صافي. احنا يعني وصلنا للمراحل النهائيه، وبالتالي غيحافظ على نفس التركيبه. صحيح انه تضيف بعض اللاعبين، خصوصا اللاعبين اللي تيمارسوا على برا، فماشي هذوك هما اللي غيغيروا من الفلسفه ديال التدبير ديال الفريق الوطني المغربي، ولكني الاساس كله كون حاضر، كل شيء حاضر. استدعاء اناحي اللي مصاب، ولكن كل شيء حاضر. ما كاين بدون ما كاينش يعني لا الواحد الاخيره، يعني اللاعبين اللي اعتمد عليهم راهم كاينين. تتقال بانه قريت بانه اللائحه ما فيها شيء احتفظ يعني خلى اللاعبين اللي تنافسوا في البطوله باش يمارسوا مع الفرق ديالهم. ما عرف انا هذا القول هذا شويه ماشي ما مقتنعش به، ما حيت ما سمعتوش من عند المدرب، ولكن تتقال لانه لما تلقى بانه المطيع وابن عبيد هما تيمارشوا في البطوله، هما حاضرين مع تمت المنادات عليهم، بمعنى انه كان بامكانيه تنادى على اي واحد، لان احنا امام 28 واحد. 28 واحد باش يمكن لك تضيف واحد اخر من البطوله الوطنيه، راه خص تحيد من واحد من هاد 28. ما يمكن لك شي غتبقى تجيب وليد ماشي في المرحله اللي غادي عاود يكبر، لا المرحله ديال انه يعني عندي قناعات ببعض اللاعبين مقعدي ما نغير فيهم. اذا الدخول في هذه المجموعه ولا صعب. العوده ديال ماسينا لانه رجع تيمارس، تيسودالي رجع، وبالتالي تيبان بانه اللي بغى يدخل الفريق الوطني خصو يكون يعني مؤهل بكل ما في الكلمه معنى، لان صعيب انك هادو تيمارسوا تيلعبوا. كاين اللي تيلعب رسمي، كاين اللي ما تيلعبش رسمي، ولكن راه يكفي انك تلعب واحد يعني راك كما تنقول تكونفوكا مع واحد الفرق كبيره، فهذا يحسب على انه ميزه بالنسبه للاعبين اللي تيمارسوا خارج ارض الوطن. المطيع كاين اللي غيقول يعني لعب مباريات قليله. الامتياز اللي عند المطيع هو انه لعب مباريات قليله
ولكن جميع المقابلات اللي لعبها مقابلات في مستوى عالي، ماشي هو اللي في المستوى عالي، هذا موضوع اخر، غير انه لعب في منافسات افريقيه ولعب مقابلات ديال البطوله اللي كان فيهم يعني بارز بشكل كبير. يعني الى خدينا غير المقابله ديال الجيش الملكي قبض فيهم واحد ديال الكرات من اروع ما يكون، يمكن اي حارس يدير هذا الشيء هذا. ولكن لما تتكرر مثل هذه المحاولات بحال اللي وقعات في مع سانداوز وغيرها من المقابلات، تيبان بانه هذا السيد هذا شيء تيديروا مساله يعني عاديه، ما هي شيء ضربه حظ او واحد رد فعل في واحد المقابله، لا، بان بانه يعني عنده امكانيات. اضافه اخرى شنو هي؟ ما عندناش باقي شي حراس خارج ارض الوطن اللي تيمارسوا يمكن نعيطوا لهم. اذا شنو خصنا نجيو للبطوله الوطنيه؟ البطوله الوطنيه اللي بارز دابا الان بن عبيد سبق له تنادى عليه، اذا غتقلب غتلقى بانه اللي كاين هو المطيع. زنيتي اللي واحد الوقت كان من الحراس الكبار المزيانين، يمكن الان في واحد يعني المرحله تمر منها الفريق ديالو، وايضا حتى العامي ديال السن، العامي ديال السن ما غيلعب شيء لصالحه، وبالتالي فغادي يكون من باب اولى انك تعيط لواحد اللي بدايه المشوار ديالو وداير مباريات كبيره. هذا ماشي تقليل من قيمه زنيتي، لانه تنقلبوا على شكون هما الحراس اللي بارزين. كما الحراس ما الحراس كل واحد تيدير شي حاجه، ولكن اللي بارز في البطوله الوطنيه هو المطيع. اذا المطيع المنادات ديالو يعني عندها مبرر. راه كاين اللي غيقول لك اودي لا ما لعب شيء بزاف، ولكن المباريات اللي لعبها نتاكد مباريات كانت كلها في مستوى عالي جدا، وتفرض فيه انه يدير تدخلات، وهذيك التدخلات ما كانتش شي تدخلات يعني منعزله مباراه، لا، في جميع المباريات كان حاسم. وبالتالي فالذهاب ديال الفريق الوطني هذا شيء مهم. تبقى المشكل هو داخل الوداد لما يرجع التقناوتي ونشوف كيفاش غيتعامل، كيفاش غيكون التعامل مع هذا الوضع. هذا موضوع اخر. اذا بالنسبه للفريق الوطني انا تظري بانه لا جديد، وما تنظنش بانه غادي يوقع شي تغيير. تشكيله معروفه، اللاعبين معروفين، والد الركراكي والستاف ديالو تيظهر لي بانه ما غاديش يحركوا واحد الكتله اللي منسجمه، غادي يحافظوا على هذا الشيء هذا. لعبه بونو، منير كجوي، بن عبيد، المطيع، اشرف حكيمي، اكرد، سايس، مزراوي، قندوسي، اشرف ضرري، اليميق، عبد الكبير ابكار، فهد موفي، ادم ماسينا. الوسط سفيان بوفال، الشاعر، زياش، عمران لوزة، يوسف مالح، الصابري، امربط، اسامه الادريسي. بالنسبه للخط الامامي زكريا ابو خلال، يوسف النصيري، انا زروري، وليد شديره، حمد الله تيسودالي. اللي كان يعني بالنسبه للبطوله الوطنيه تقناوتي مصاب، يعني العوده ديالو للفريق الوطني مستبعده الان. تيبقى جبران ويحيى عطية الله، وناحي مصاب ممكن يتشافى ويكون حاضر. هاد الجوج اللي يمكن فيهم واش كاينه الامكانيه، واش يعني يلقاو مكان. دابا حنا تنذكروا على 28 وزدنا وناحي لنا اساسي، دخلنا حنا في 29 واحد. ولهذا الحجز مكان داخل الفريق الوطني ولا مساله صعبه